قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير: مثل القائم في حدود الله، يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، والواقع فيها، واقع في المعاصي وفي الحدود تاع ربي سبحانه، كمثل قوم. راح يمد مثل تاع ناس عايشين في بلاد واحدة، كما الحالة تاع اليمن اللي ذكرناها في الفيديو السابق. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة، داروا القرعة شكون يركب الفوق وشكون يركب التحت، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها. وهذه السفينة فيها طاج الفوق برك، ما فيهاش تحت منين طلع البحر. قال: فصار بعضهم أعلاها وبعضهم فوقها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم. يعني كيحبوا يجبدوا الماء لازم عليهم يطلعوا ليطاج الفوق ويجبدوا الماء، يروحوا عند الناس اللي الفوق. فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قالوا باللي ما نطلعوش عند الناس وما نأذيوهمش النصيب تاعهم، يعني اللي راهو فوق، نقعروا السفينة تاعنا من تحت ولا نؤذي من فوقنا. واش قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: فإن تركوهم، هذوك اللي الفوق، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم، يعني يمنعوهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ولو بالقوة، نجوا ونجوا جميعا. وهذا الحديث رواه البخاري. هذا نفس المثال تاع الفيديو السابق. ميليشيا تاع الحوثي تضرب في مطار دود، تحدث حفرة، يجي الجيش تاع صهيون يدمر المطار ويخرجه عن الخدمة، ويدمر ميناء الحديدة القلب النابض تاع اليمن، وبعض المصانع تاع الإسمنت ومولدات الكهرباء. هل هنا كلامك صحيح؟ لا نقف مع الظالم. هل عندما نقول لميليشيا الحوثي: أنت أهلكت اليمن، أنت أهلكت مقدرات اليمنيين، أنت غررت باليمنيين، وما أكثر ما فعلت ذلك في مدة السنين اللي فات من سقوط النظام الرسمي في اليمن، الشرعي في اليمن، دمرت سكك الحديد، دمرت المصانع، دمرت الطرق الرئيسية، دمرت منشآت نفطية. الحوثي جوع اليمنيين، حاصل 1.5 مليون يمني. معليش، هذه جابت العدو اليمن. هل كيقولوا اليمنيين ولا العقلاء تاع المسلمين الحوثيين وغيرها من الميليشيات التي تخدم المشروع الصهيوني في المنطقة، هل كيقولوا لها راه كيبيعوا الهدم؟ هل هذا يعني وقوفهم مع الظالم؟ هذا كلام كنت نورمالمون يخالف الفطرة. نورمالمون طفل صغير في عمره 12 سنة يفهم، بس هذا الفيديو لعله ينتفع به أحد الناس. وإلا أنت مادام تكلمت بالتعليق هذا، والله لا حياة لمن تنادي.